في الفيديو ده هنتكلم على آخر ميتا تاجز هنشرحهم واللي هم بيخصوا السوشيال ميديا. طب يعني إيه ميتا تاجز تخص السوشيال ميديا؟ يعني هم عبارة عن شوية ميتا تاجز بيسمحوا لنا إن إحنا لما نيجي نشير صفحة من موقعنا على صفحة السوشيال ميديا زي الفيسبوك أو واتساب أو تويتر، إن هم يظهروا فوق اللينك بتاعنا، عبارة عن بريفيو بنقدر من خلاله نعرف الناس اللي بتشوف اللينك بتاعنا اللينك ده بيتكلم على إيه. ودي طبعًا حاجة مهمة، بدل مثلًا ما أنت تخش على اللينك بتاعنا مثلًا حاطينه في جروب معيّن، بدل ما أنت بتشوف اللينك موجود من غير أي حاجة، فبالتالي أنت مش عارف اللينك بيتكلم على إيه، أنت بسهولة جدًا ممكن تتجاهله. لكن لو اللينك اللي موجود مكتوب فيه وصف أو موجود فيه title، بالتالي أنت بتكون عارف الموضوع ده بيتكلم على إيه، ولو طبعًا الموضوع يهمك فبالتالي بتخش على اللينك وبتدوس عليه. فبالتالي الmeta tags دي بتفيدنا، تخلّي اللينك بتاعنا ليه شكل، وبالتالي الناس بتدوس عليه وبتخش على موقعنا. طيب إيه هي الmeta tags اللي بنكتبها؟ الmeta tags بتاعة السوشيال ميديا بتتقسم لحاجتين، وهما الopen graph والtwitter cards. طبعًا من الكلمة twitter cards واضحة إن دي المعلومات اللي أنا باحطها لصفحتنا علشان خاطر لمّا حد يعمل share للينك من موقعنا على تويتر بالتالي يظهر له الpreview اللي إحنا اتكلمنا عنها قبل كده. والopen graph دي هي المعلومات اللي بنكتبها على موقعنا واللي بنقدر نستخدمها بعد كده على الفيسبوك أو على واتساب. طيب أول حاجة نبدأ بالopen graph ونشوف مع بعضينا بنقدر نكتبها إزاي وإيه اللي بتسمح لنا إن إحنا نكتبه. أول حاجة في الopen graph بتتكتب بالطريقة دي meta، هنا بنكتب property وcontent، وده اللي بيكون عبارة عن قيمة، وبنقفل التاج. طيب البروبرتي بتتكتب ازاي؟ اول حاجه نحتاج نكتبها في الاوبن جراف وهي التايتل. بنكتبه بان احنا نكتب او جي وبنعمل نقطتين وبنكتب تايتل. وهنا بنقدر نكتب التايتل اللي احنا عايزينه يظهر للناس لما حد يشير لينك موقعنا. هنا مثلا بسيط، هنا بنكتب front ends learn html. كده هنا احنا هنا شرحنا ايه هو التايتل او ايه هو العنوان اللي هيظهر للناس. تاني حاجة بنقدر نستخدمها في الاو جي وهي الديسكريبشن، الوصف. يعني الصفحة بتاعتنا بتتكلم عن ايه او اختصار اللي الصفحة بتاعتنا بتتكلم عليه. هنا مثلا هنكتب ميتا بروبرتي وهنا نكتب او جي. المرة دي احنا قلنا الوصف مش عنوان الصفحة فبالتالي هيبقى ديسكريبشن. والكونتنت هيكون هنا مثلا نقدر نكتب ايه هو اللي احنا هنتكلم عنه. مثال بسيط، احنا هنا بنتكلم على الميتا تاكس فممكن نكتب learn social media ميتا تاجز، او اقدر اكتب واقدر اكتب طبعا كل الديسكربشن اللي انا عايز اكتبها. وهنا بقفل احنا كده هنا ضفنا عنوان الصفحه، ضفنا الديسكربشن. تالت حاجه نكتب الصوره. هنكتب هنا ميتا بروبرتي او جي ايمج كونتنت. طبعا في كونتنت الايمج بنحط لينك الصوره بتاعتنا، اللي الصوره اللي المفروض تظهر على مواقع السوشيال ميديا. طبعا نقدر نحط في الكونتنت لينك الصوره لو الصوره موجوده اونلاين. كمان نقدر نحط مسار الصوره لو الصوره موجوده في المشروع بتاعنا، بمعنى ان لو الصوره بقدر بمعنى اني لو انا مش معايا لينك الصوره او الصوره مش موجوده اونلاين، بقدر احط الصورة في المشروع بتاعنا وبقدر احط مسار الصورة في الكونتنت. بمعنى ان انا لو معايا الصورة في الكمبيوتر بتاعي ومش موجودة اونلاين، بقدر بمثال بسيط ان انا احطها جنب الاندكس، او مثلا اعمل فولدر اسمه ايمجز واحط الصورة جوه الايمجز. بمعنى ان انا ممكن اجي هنا لو انا حاطط الصورة بتاعتي جنب الاندكس، مثال بسيط لو الصورة بتاعتنا اسمها فرونت ends.png بكتب كده، وطبعا بتكون الصوره موجوده هنا. ساعتها لما حد يشير لينك الموقع بتاعي على مواقع السوشيال ميديا زي الفيسبوك او الواتساب، بالتالي الصوره اللي انا حاططها في المشروع بتاعي بتكون هي اللي ظاهره في البريفيو. رابع اوبن جراف ميتا تاج هنتكلم عنه وهو اليو ار ال. اليو ار ال اللي بنستخدمه ليه؟ اليو ار ال اللي بنستخدمه ببساطه علشان خاطر نحط لينك صفحتنا او لينك موقعنا. مثال بسيط، لو انا هنا بتكلم على اللينك بتاع موقعنا بقدر اكتب ميتا بروبرتي وهنا بقدر اكتب او جي يو ار ال، وفي الكونتنت بحط اللينك بتاعي https frontends.com واقفل التاج. بالتالي لما حد بيشير اللينك بتاع صفحتنا ويحطه على السوشيال ميديا على الفيسبوك مثلا ويدوس عليه، بيروح في الاوبن جراف يو ار ال.
اخر حاجه نشرحها في ميتا الاوبن جراف وهو التايب. اوبن جراف تايب بنستخدمه ليه؟ عشان خاطر نعرف السوشيال ميديا الصفحه دي او الموقع ده عباره عن ايه. مثال بسيط، انا هنا قلت ان اليو ار ال frontends.com، فانا بالتالي بتكلم على ويب سايت. لكن لو انا جوه صفحه HTML مثلا مقاله او حاجه زي كده، بقدر اخلي التايب ارتكل. طبعا في تايبس معينه نقدر نحطها في الاوبن جراف بتاع التايب، ما ينفعش احط اي حاجه. فانا هسيب لكم لينك شرح التايب بالتفصيل في ديسكريبشن الفيديو، فشوفوه قبل ما تحطوا اي حاجه. وعموما الاكتر حاجات بتستخدم هو الويب سايت، لو انا بحط لينك الموقع الرسمي مثال بسيط، او اقدر احط ارتكل لو انا بعمل شير لمقاله معينه او لينك بيوديني على مقاله معينه. بقدر احط برده فيديو لو انا في اللينك ده لما شخص بيخش بيلاقي فيديو، او ميوزك لو اللينك ده بيودينا على ميوزك. وبكده يبقى احنا خلصنا اهم عناصر الاوبن جراف. دول زي ما احنا قلنا في اول الفيديو ان دول احنا بنستخدمهم علشان خاطر نظهر بريفيو على السوشيال ميديا اللي هم الواتس والفيسبوك او لينكدين. ميتا تويتر شبه الاوبن جراف لكن بيختلفوا حاجات بسيطه. اول ميتا هنشرحها في التويتر كارد، اللي هي كارد، هي اسمها كده بتتكتب بالطريقه دي. طبعا الاختلاف ان هو هنا الاوبن جراف بياخد بروبرتي، هنا بنكتب نيم وبنكتبها بالطريقه دي تويتر كارد. وطبعا الكونتنت اللي بحط فيه القيمه. جوه التويتر كارد بنقدر نكتب نوع البريفيو اللي احنا عايزين نعمله لما حد يشير اللينك بتاعنا على تويتر. بمعنى انا اقدر اقول هنا في الكارد ان انا عايز اظهر بس اللي هو التايتل والديسكريبشن اللي هو راس موضوعنا والوصف اللي هو الديسكريبشن، ولا عايز اظهر الصوره والتايتل والديسكريبشن. لو انا عايز اظهر التايتل والديسكريبشن بس، بيبقى القيمه بتاعت الكونتنت بتكون سمري. سمري معناها ايه؟ معناها ان انا بقول له اظهر تايتل وديسكريبشن، والصوره اختارها انت من جوه الموضوع بتاعنا. لكن لو انا عايز اقول له لا انا كمان هديك لينك الصوره او مسار الصوره، بكتب سمري لارج ايمج. معنى كده ان انا بقول له لا انا مش بس هديك تايتل والديسكريبشن، لكن انا كمان هديك الصوره، وبالتالي بقفل التاج. دي اول حاجه بنستخدمها في ميتا التويتر. طبعا تاني حاجه بنستخدمها ودي بتبقى شبيهه للاوبن جراف وهي التايتل، وهنا بنكتب ميتا نيم تويتر تايتل. وطبعا في الكونتنت اللي هو في القيمه هنكتب نفس القيمه اللي احنا اديناها للاوبن جراف في التايتل فوق. طبعا لو انت محتاج ان على تويتر يكون التايتل مختلف على الاوبن جراف تقدر تعمل هنا، تقدر تحط القيمه اللي انت عايزها. لكن في المعظم بيكون نفس المحتوى اللي انت عايز تحطه في الاوبن جراف هو اللي انت بتحطه لتويتر. وبنقفل التايتل، ده كده بيكون التايتل. تاني حاجه هنتكلم عنها وهي الديسكريبشن، برضو شبيهه للاوبن جراف. هنا بنكتب ميتا نيم تويتر ديسكريبشن، وطبعا نفس الكلام الكونتنت بتاعها بيكون نفس كونتنت الاوبن جراف ديسكريبشن. فبالتالي نيجي هنا وناخد دي كوبي وبنحطها هنا وبنقفل التاج. ثالث حاجه بنحطها ودي بتعمل في حاله بس ان قيمه التويتر كارد سمري لارج ايمج، ان احنا بنحط الايمج. لكن لو انت ما حطيتش سمري لارج ايمج مش محتاج ان انت تحط صوره، وهو في الاخر اوتوماتيك بيخش بيشوف صوره صغيره من عندك في الموضوع وبيحطها هو. بالتالي باجي هنا بكتب ميتا نيم تويتر ايمج وبحط الكونتنت لينك الصوره او مسار الصوره. بالتالي انا هكتب نفس اسم الصوره اللي انا حاطه في الاوبن جراف ايمج واقفل التاج. اخر حاجه بستخدمها في التويتر اوبن جراف وهي السايت بيكون هو عباره عن لينك اليوزر اللي هو مثلا فرونت اندز، بكتبه بالطريقه دي، بكتب ميتا نيم تويتر وهنا بكتب سايت، ومثلا بدي ككونتنت بكتب فرونت اندز، وده بيكون الحساب بتاعي. وبكده بقى احنا خلصنا ميتا تاج السوشيال ميديا، وعرفنا ازاي نقدر نعمل بريفيو لموقعنا على السوشيال ميديا سواء فيسبوك واتساب لينكدين وتويتر. ودلوقتي هوريكم مثال حقيقي على موقع انا كنت عامله لكلاينت قبل كده، وهوريكم شكل بريفيو بيبقى عامل ازاي على مواقع السوشيال ميديا. الموقع هو اسلامك ايجنسي، طبعا انا مش بعمل دعايه، انا بس حبيت اوريكم مثال بسيط. وان انا هاخد اللينك بتاع موقعي كوبي واقفل الصفحه واخش على
ده جروب بتاع فرونت اندز كوميونتي، طبعا مش موجود عليه يشترك، لان في الجروب ده بحط كل حاجه اول باول. لو انا مثال بسيط حبيت اشير لينك الموقع على جروب، لو انا دخلت عملت كريت بوست وحطيت اللينك في البوست، هلاقي ان الفيسبوك لوحده جاب لي الصوره. طبعا حاطط هنا ان تكون الاو جي ايمج، حاطط انها تكون نفس اللوجو بتاع الموقع، وكاتب جمله، ودي بيكون هو التايتل، ده طبعا بيكون اليو ار ال، ودي بتكون الديسكربشن. فبالتالي زي ما انتم شايفين كل حاجه من اللي احنا شرحناها هتلاقوها ظهرت زي ما انتم شايفين قدامكم. وطبعا لو انا غيرت اللينك، يعني مثال بسيط حطيت لينك جديد اللي هو مثلا كونتاكت، اللي هي صفحه كونتاكت اللي يتواصل معنا، هلاقي ان هو لوحده دخل وحدث الاوبن جراف. طبعا انا هنا برضو حاطط الصوره هي نفس اللوجو، لكن غيرت التايتل وغيرت الديسكريبشن، وبالتالي زي ما انتم شايفين هتلاقوا ان كل حاجه بتتغير، وفي كل صفحه ليها اوبن جراف. ودي طبعا حاجه انصح بيها، ان كل صفحه يكون ليها اوبن جراف بتاعتها، علشان خاطر يبقى كل تايتل وكل ديسكريبشن بيتكلموا على الصفحه اللي انا بعمل لها شير، ما يكونش كله نفس الحاجه. بالتالي لما حد يشير لينكات مختلفه هيظهر دايما نفس الحاجه. فدي طبعا حاجه انا انصح بيها. طبعا في ادوات بتساعدنا ان احنا نشوف بالبريفيو بتاعنا من غير ما نقدر نخش على جروب او نخش على شات ونبعت اللينك، زي مثلا الشيرنج ديباجر. هنا بقدر اكتب اللينك الموقع بتاعي وهو بيوريني بريفيو على شكل الموقع بتاعي لما حد بيعمله شير على السوشيال ميديا. في الحاله دي احنا بنتكلم على الفيسبوك وواتساب ولينكد ان. وفي طبعا تول برضو لموقع تويتر، واللي هو بيعمل نفس الحاجه. اللينكات دي برضو انا هحطها لكم في الديسكربشن بتاعت الفيديو، عشان خاطر برضو تستخدموها لما تخلصوا تطوير موقعكم وترفعوه يبقى اونلاين. تقدروا تدخلوا اللينك بتاع الموقع هنا، وبالتالي تشوفوا اذا كان الاوبن جراف شغاله ولا لا. وكمان لو مش شغاله هو بيقول لك مش شغاله ليه، وايه الحاجات اللي انت ممكن تظبطها، لان انت ممكن تكون غلطان في كلمه او حاجه، فبالتالي هو بيقول لك تعمل ايه عشان تصلحها، طبعا لغايه لما تشوف البريفيو اللي انت محتاج تشوفها. يبقى احنا كده خلصنا شرح ميتا تاجز. اتكلمنا على اول ميتا تاجز واللي هم يخصوا تحسين نتائج محركات البحث، واللي هم الكيوردز والروبوتس. واتكلمنا على الميتا تاجز اللي تخص تجربه المستخدم او اليوزر اكسبيرينس، اللي هم الفيو بورت والشارسيت والتيم كلر. وفي الدرس ده اتكلمنا على الاوبن جراف والتويتر كارد. وبكده يبقى احنا خلصنا شرح الميتا تاجز، واستنوني في الفيديو الجاي لما اتكلم على باقي عناصر الهيد. شكرا.